عنوان البلاغ تنفرد، وبعد كده في عنوان كبير القبض على شبكة سيميراميس. أستاذ عبده مغربي رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد أكيد لديه ما يعقب عليه من كلام خالد أبو النجا. أستاذ عبده مساء الخير. مساء النور يا أستاذ معتز. أهلا بحضرتك. هل بتعتبر نفسك في مأزق ولا أنت كيف ترى الموقف؟ أولا أنا واقف على أرض صلبة للغاية، وأنت من الناس المحترمين ضمن مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي كانت وقفت معانا في قضايا سابقة قبل كده. تمام. أعتقد إنه من حق أي حد أي برنامج بيتناول القضية إنه يسمع وجهة نظر. تمام كويس قوي. أنا عايزك معلش تعلي صوتك. أستاذ عبده ممكن تعلي صوتك شوية، أنا مش سامعك كويس. بقول لك أنا بحترمك لأنك أنت من الأصوات اللي ألف شكر. من الناس اللي هم تمام إنهم يسمعوا وجهة نظر. تمام، ادخل بقى في الموضوع. الموضوع يا سيدي، احنا واقفين على ارض صلبه جدا، ومصدرنا مصدر رسمي موثوق ذو حيثيه في القضيه دي تحديدا، واحنا مش من السهل جدا ان احنا نطرح اتهام زي ده. احنا عارفين ان احنا بنتناول حد مهم جدا وشخصيه ذو حيثيه كبيره جدا زي نور الشريف، دعك من الاخرين ومن الاخ اللي كان بيتكلم دلوقتي لا 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 لا، بلاش الطريقه دي. مش دعك من الاخرين، لان الاخرين كل واحد له شأنه، لو سمحت تحترم كل. اسمعني بس. لا 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 انت حضرتك تسمعني، بلاش تتطاول على حد. هو لما يجي يشكك في سمعه، لما يجي يشكك في جورنال وفي مصادره، انا بقول له احنا واقفين على ارض صلبه. الارض الصلبه دي يجب ان تكون مدعمه بالمستندات. يا استاذ يا فندم اسمعني الاخر. معاك مستندات ولا ايه؟ الارض الصلبه عباره عن ايه الصلابه بتاعتها؟ ليس من السهل ان انا اتناول قضيه زي كده، انا بقالي 15 سنه في عقد العمل الصحفي. طب تمام. لما اجي اوجه اتهام، انا ما وجهتش اتهام، هو اللي وجهت الاتهام مباحث الاداب. واحنا بالفعل لحد ما نشرنا ما كانش عندنا المحضر، كنا بنستند الى مصدر رسمي ذو حيثيه. لكن بعد ما نشرنا الحمد لله تمكنا من الحصول على محضر، رغم ان الاستاذ عادل حموده اكد انه يعني احنا نشرنا بالتزامن احنا وجريده الفجر. يعني احنا طلعنا بالتزامن. عادل حموده قال دفع مليون جنيه عشان يتقطع المحضر ده. مصدرنا احنا لما جينا قلنا له احنا في مأزق، ادانا صوره المحضر. يعني يا استاذ عبده اللي افهمه من حضرتك ان حضرتك كتبت هذا الموضوع ونشرته في صدر الصفحه الاولى لجورنالك بعد ما حصلت على رقم محضر رسمي في محررات رسميه في اقسام الشرطه؟ نعم يا فندم، في مباحث الاموال العامه، ومصدرنا ذو حيثيه، ومصدرنا من مباحث الاموال العامه، ومصدر رسمي. وهل ستقوم بنشر هذه التفصيلات على جورنالك زي ما نشرت خبر او تحقيق القبض على ما اسمته شبكه سيميراميس؟ اود ان انوه على شيء مهم جدا، بس لان هنا زي ما بتقول سمعه الصحافه، احنا حريصين جدا على سمعه الصحافه، وزمايلنا في نقابه الصحفيين تابعوا معانا الموقف وتاكدوا من جديه القضيه. احنا اخطانا في جزء واحد جدا وارد جدا في الانفرادات الصحفيه. ايوه، اخطات في ايه بقى؟ وارد جدا في الانفرادات الصحفيه الكبيره يكون في خطا، ان احنا اخطانا في جزئيه واحده بس، اللي هي الجزئيه المتعلقه في احالتهم للنيابه. ودي تسرعنا فيها لانه القضيه كانت جاهزه انها تروح النيابه. يعني هم لم يحولوا للنيابه لسماع اقوالهم. ده خطا احنا بنعترف بيه وهنقوله المره الجايه، لكن هناك محضر رسمي في مباحث الاداب وفي 12 متهم، منهم 5 مصابين بالايدز ومتحفظ عليهم في احد مستشفيات. هل لديك رقم المحضر؟ طبعا لدي رقم، لدي صوره من المحضر. كام بقى رقم المحضر ده؟ لا انا دلوقتي سعادتك مش هقول كام ومش هقول مش عارف ايه، وهندخل في قصه ثانيه. انا عندي مشكله ثانيه يا استاذ معتز بتقول مشكله ان المصدر دلوقتي بيقول لي ان المحضر اتلغى خلاص، اتمسح من المحضر شرطه الاداب بعد الدوشه اللي حصلت والشديد اللي حصل، قفلوا على القضيه لدرجه ان المصدر بيقول لي تبوظوا القضيه علينا. دي حاجه مهمه جدا. يعني انت كان معاك رقم المحضر، بس موقفك دلوقتي بتقول انك ما تقدرش تعلنه للاعلام او للراي العام بسبب ان هو اتلغى. موقفي دلوقتي انا ان انا لدي نصف ساعه مسجله مع مصدر رسمي مهم، هو واحد من اعضاء الفريق اللي كانوا بيعملوا القضيه دي. وطبعا احنا دلوقتي بنراجع معايير الBBC في الاعلان عن المصدر من عدمه، لان هو المفروض ان هل ينفع ان محضر شرطه بما له من قدسيه في المحررات الرسميه يتلغي؟ انا لسه ما اقدرش اقول اتلغى او ما اتلغاش، لسه ما وصلتش طيب سؤال مهني كده على جنب استاذ عبده، ارجو انك انت تتحملني.
ليه اشرت للنجوم المعروفين جدا ومنهم يعني نجم كبير الكل يحظى باحترام الملايين بمتابعة وشغف الملايين لما يعمل المسلسل في رمضان وأفلامه وتاريخه السينمائي الطويل العريض، ليه لم تكتفي بالإشارة إلى عايز أقول الحروف الأولى من أسمائهم بدل من طبع ونشر صورهم قبل ما تبقى متأكد؟ ده كلام سليم، احنا فكرنا في ده في البداية وكنا هننزل بالرموز، وزي ما جريدة زميلة نزلت معانا في نفس التوقيت بالرموز كنا فكرنا ان احنا ننزل بالرموز، لكن رجعت تاني كلمت مصدري تاني وكلمت الزميل ايهاب العجمي تاني وتابعنا معاه، قال يا جماعه القضيه مؤكده، انا واحد شغال في القضيه، انا واحد من المجموعه اللي شغالين في القضيه، والقضيه صفاتها كذا 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 كذا، وفي 5 من اعضاء الشبكه قالوا صراحه وردوا في تحقيقات وقالوا صراحه اسمه نور الشريف وخالد ابو النجا وحمدي الوزيري، وهناك وانه القضيه في سبيلها للنيابه احتمال تروح بكره، ده اللي خلانا احنا طبعا يعني استعجلنا ورحنا قلنا انها راحت للنيابه. انت ساعتك لما بتيجي تجهز الجورنال بتقاسي، يعني لما يبقى الخبر عندك مثلا المغرب وانت بتجهز بالليل عشان تودي المطبعه الصبح عندك 24 ساعه ضايعه منك. طيب استاذ عبده، قلنا ان هم هيمثلوا امام النيابه. استاذ عبده، مع اعترافك بالخطا المهني اللي انت وقعت فيه، لا اعترافي بجزء في القضيه، مش بجزء اللي هو مساله اللي هو النيابه تحديدا، تفصيل تحويلهم للنيابه، ومع كلامك اللي انا لغايه دلوقتي مش قادر اوصل فيه زي ما بيقولوا يعني لبيت القصيد فيما يتعلق بحاله محضر الشرطه، اذا كان قائم ولا اتلغى ولا اترمخ ولا حصل فيه ايه؟ حضرتك قريت جريده الفجر اللي طلعت معانا بالتزامن والاستاذ عادل حموده ده يعني هل انا قريت جريده الفجر، بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت بتقول ان المحضر كان موجود وخد رقم ودلوقتي انت مش عارف المحضر حصل فيه ايه، ليه ما اتصلتش بوزاره الداخليه عشان تفهم منها ايه اللي حصل؟ وزاره الداخليه حاليا، او مش هقول وزاره الداخليه، حاليا مباحث الاداب في موقف صعب جدا ومش عارفه تعمل ايه، تتصرف في القضيه دي ازاي، والقضيه مستنيه قرار سياسي، عشان برضه اكون صريح مع سعادتك، القضيه مستنيه قرار سياسي، هتكتمل ولا هتتوقف ده موضوع ثاني، لكن احنا برضه في القضيه هنا لما تيجي سعادتك يا ريت بعد ما تقفل معايا تكلم استاذنا الاستاذ عادل حموده عن قصه المليون جنيه اللي اتدفعت عشان المحضر ده يتقطع. الاستاذ عادل حموده مش هيجيب كلام كده اعتبارا وهو استاذنا اللي علمنا صحافه. ما لا انا عارف، ومع احترامي الشديد للصحفي الكبير عادل حموده احب اعرف مصادرك ايه ودليل دليل ايه؟ ايش عرفك ان هم مش نص مليون؟ ايش عرفك ان هم مليون؟ نفسي اعرف. ما اعرفش، دي قضيه، دي موضوع ثاني في برنامج ثاني نزل تمام بالتزامن في نفس الموضوع. هكتفي بهذا القدر لان الكلام في الموضوع ده يعني لازم يحسموا القضاء والقانون والنيابه وتحريات الشرطه وما الى ذلك، موضوع كبير قوي. بس في صحفي، تعال نقول صحفي شاب